ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يوم جديد وفيديو جديد. وفيديو النهاردة بيتكلم عن ايه؟ فيديو النهاردة بيقول لحضرتك يا ست الكل ازاي تعلمي ابنك او بنتك من صغرهم انهم يعتمدوا على نفسهم ويحاولوا يحوشوا فلوس من صغرهم. وهقولك، إن كان معاكي أطفال 2 أو 3 ربنا يخلي ويبارك، حاولي تجيبي لكل واحد حصالة لون مختلف وتقعدي معاهم قعدة رايقة، قعدة هادية، قعدة بمزاج، وتتكلمي معاهم بالراحة عن ازاي انهم يحوشوا ويوفروا فلوس من مصروفهم. وقوليلهم انا عندي فكرة، ايه رأيكم تيجي نحوش كلنا؟ هيقولوا لحضرتك ازاي يا ماما؟ هتقولي لهم انا اشتريت حصالة لكل واحد فينا، وتروحي مطلعة الحصالات. صدقيني هما هيشوفوا الحصالات هيفرحوا قوي، عشان هيكونوا اول مرة في حياتهم يشوفوا ويمسكوا حصالة في ايديهم بتاعتهم هم. وقولي لهم كل واحد يختار لون الحصالة بتاعته. حضرتك طبعا هتشتريهم بألوان مختلفة، وبالفعل كل واحد هيختار لون حصلته. اقعدي بقى، اقعدي معاهم كده بالراحة، اتكلمي معاهم وعرفيهم يعني ايه تحويش. وقولي لهم كل واحد يقول نفسه في ايه، كل واحد نفسه في حاجة يقول عليها، وفعلا كل واحد هيقول نفسه في ايه. هتروحي قايلة خلاص ماشي، انا جبت لكل واحد مننا حصالة، هنشوف حصالة مين اللي هتتملي الاول. كل واحد بياخد مصروفه، يسقط منه جزء، يصرف جزء، عاوز يصرف المصروف كل مرة، عاوز يحوشه كل مرة، مفيش مشكلة. وقولي لهم ان انتي وابوهم وساعات جده او تيتا بتدوكوا فلوس، بدل ما تصرفوهم حوشوهم، وفهميهم بالراحة. وصدقيني هم هيتشجعوا وهيعملوا تحدي بينهم وبين بعض، هتنبهري من النتيجة. يوم ورا يوم والحصالة هتتملي، وهم هيبقى عندهم فضول يفتحوا الحصالة ويشوفوا حوشوا قد ايه. خلاص الحصالة اتملت. اقعدي في وسطهم وكل واحد يفتح الحصالة بتاعته قدامك، وكل واحد يعد فلوسه. خلاص عدوا الفلوس وفرحوا وانبسطوا. اتكلمي معاهم بقى، قولي لهم كل واحد نفسه في ايه عشان اجيبه. هيقولوا لحضرتك هم عايزين ايه، لم الفلوس كلها وهاتي ليهم اللي طلبوه. ولو في حاجة غالية والحصالة مش مكفية، كملي من معاكي وهاتي. واوعي تقولي لهم الحصالة مش مقضية، عشان هينصدموا ومش هيحوشوا تاني. صدقيني هتلاقي الفرحة في عينيهم لما تجيبي ليهم اللي هم طلبوه من تعبهم. هيحسوا بإنجاز، إن اللعبة أو الكوتش أو أي شيء طلبوه من تعبهم والتحويش بتاعهم. هيستمروا على كده، وكل مرة هتجيبي حصالة جديدة بلون مختلف. عوديهم ابنك على ما تعوديه. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وصدقيني هيبقى عندهم حتة التحويش من صغرهم، وهيعرفوا يحافظوا على القرش، وهيعرفوا ان الحاجة اللي نفسهم فيها هم يقدروا يجيبوها لنفسهم من التحويش والتوفير والتدبير، عشان لما يكبروا يتحملوا المسؤولية ويعرفوا قيمة القرش في حياتهم، وإن الحاجة اللي نفسهم فيها لازم يسعوا ويخططوا ليها عشان يجيبوها. انت كده حميتي أولادك، حمتيهم من الله مبالاة، حملتيهم المسؤولية من صغرهم. وزي ما بيقولوا الطابع غلاب، علميهم من صغرهم عشان لما يكبروا يبقى عندهم طبع التحويش والتوفير. وملكيش دعوة بأي حد يقولك انت مفترية، انت بخيلة، انت مستبدة، بتخلي أولادك يحوشوا وبتحرميهم من مصروفهم عشان يحوشوه. حرام عليكي. صدقيني ملكيش دعوة بالناس دي، خليكي في أولادك ومستقبلهم. انت بتعلميهم ان ايه،
إن هم ما يبقوش مبذرين كل حاجة على بطنهم وعلى هدومهم وعلى الكلام الفاضي. علموهم يحوشوا قرش للزمن. فهمت يا حبيبة قلبي؟ وفي نهاية الفيديو هقول لكل ست بتسمعني وعندها أطفال من 5 سنين وانت طالعة، اعملي معاهم كده زي ما قلت لحضرتك في الفيديو. وأي ست سمعت الفيديو انزلي تاني يوم على طول واشتري حصالات لأولادك ابدأي معاهم فورا. ولادنا بيصرفوا فلوس كتير على الفاضي وبيجيبوا حاجات كلها أضرار. خليهم يصرفوا مرة ويحوشوا مرة، وصدقيني ده أول سلم النجاح. ابتدي معاهم خطوة بخطوة. علميهم الالتزام والحفاظ على نعمة المال، وعرفيهم إن مش كل حاجة سهلة عشان يقدروا يجيبوها. ده لازم سعي وتخطيط وجهد عشان يوصلوا للي عايزينه. ربوا أولادكم على تحمل المسؤولية. ربوهم عشان لو الدنيا دارت عليكم تكونوا مخلفين أولاد رجالة بنات قوية تعرف تستحمل العيشة وتعرف تجيب لقمة العيش بالحلال. فهمت يا حبيبة قلبي؟ ومع السلامة.